هنا في مشروع CCR اللي هو موجود في الار 8 في العاصمة الإدارية. ساعة التسكين ولحظة تسكين العملاء. في ناس كتير سألتني على المشروع ده تحديدا وعلى الار 8 بشكل عام. خليني اقول لكم ايه اللي حصل هناك الاول، وبعد كده ندي رأينا سواء في المشروع او في الار 8. اللي حصل ان في بروكرز كتير اتفاجئوا بالاسعار اللي نزلت بيها الشركة بعد الاسعار اللي كان معلن عنها ساعة الحجز، وجي وقت التسكين بتاع العملاء الاسعار كانت اعلى من المتوقع، وكان بالتالي ان في ناس كتير ما عرفتش ان هي تسكن، وحصل تقريبا اللي انتوا شفتوه في الفيديو ده. بس خليني اقول لكم كده سريعا، الار 8 بشكل عام منطقة كويسة جدا، الاسعار بتاعتها كويسة في قلب العاصمة الادارية مقارنة بالار 7 او بمنطقة الطرح. بس انا من وجهة نظري انا شايف ان التسعير اللي نزل BCCR هو غير منطقي تماما. التسعير انا شايفه عالي، ان الغرفتين تقريبا توصل 4 مليون وتكسر ال 4 مليون في منطقة زي الار 8. انا شايف ان هو السعر يكون عالي جدا، فما انصحش اي حد ان هو يكمل في المشروع. كده كده الار 8 فيها فرايتي كتير، تقدر تختار ما بين مطورين كتير، وفي اكتر من لونش خلال الفترة اللي احنا فيها دي. اما بقى بالنسبة للتسعير بتاع CCR وسوء التنظيم وكل الكلام ده، فانا بنصح اي حد ما تشتريش في المشروع، خليك في اي لونش تاني او اي مشروع اوريدي من اللي هو متاح فيه اي انفنتوري تقدر تختار براحتك. لان الموضوع هو مش فرصة اللي هي تخليني ان انا اجري لاني مش هلاقي، لا بالعكس، انت براحتك تقدر تختار في الار 8 ما بين اكتر من مشروع، وتقدر براحتك ان انت تختار ما بين مساحات كتير وانظمة سداد كتير. فانا شايف ان الموضوع كان ممكن يبقى منظم اكتر من كده. وبالنسبة لفكرة المساحات حتى ونسبة التحميل، يعني انا شايف ان هي عالية جدا في المشروع. فممكن نشوف اي حاجة تانية في الار 8، خصوصا ان الفترة دي يعني في اكتر من لونش.